بكم في فيديو حلقه جديده من قناه حدود على الطريق. جانا لكم حلقه جديده يعني من سلسله بطوله اليورو بعد الموسم ما خلص بطوله اليورو اللي جت علينا كده مره واحده، علشان يعني ما نحسكش بالتوقف الدولي والزهق بتاع قله الكوره والحاجات دي. اليورو يعني اللي بدأ معانا بدايه الى حد ما بتحسسك ان انت هتحس احاسيس كتيره، منها اللعيبه اللي هي هيكون اخر بطولات ليها وهتعتذر، اللعيبه اللي اخر بطولات يورو ليها وهتعتزل دولي. لعيبه كتير انت هتحس ان انت خلاص فرجتك عليهم هتبدا تقل الفتره الجايه، فعايز على الاقل تشبع فيهم. فقبل ما نبدا مشارك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على الزرار اللي تشجيع لحلقات اليورو اللي هتكون مكمله معانا من دور ال 16 والى اخر البطوله. لان يعني بطوله اليورو من البطولات اللي ناس كتيره بتحبها بسبب تجمع اللعيبه مع المنتخبات، وبطوله اوروبا ناس تعتبرها من الاقوى وهكذا. المجموعة الأولى اللي بتهل علينا بصاحب الأرض والجمهور زي ما بيقولوا هي المجموعة اللي كان فيها ألمانيا اللي قدرت تصعد أول، وسويسرا والمجر واسكتلندا. ألمانيا اللي صعدت أول، اللي يعني كسبت أول ماتشين بطريقة خلت الناس أصلا ترشحها للبطولة. لكن الماتش الأخير اللي كان قصاد سويسرا اللي اتعادلت فيه برضه المدرب كان بيجرب لعيبة وكده، إلا إن المجموعة كانت كويسة لكن ما كانش فيها الكلام الكتير، إلا إن اسكتلندا خيبت الآمال بطريقة كبيرة. يعني مش المنتخب اللي هو يعمل حاجة، بس على الاقل كان هيحاول يعكنن على كام فرقه كده او يصعب الموضوع على كام فرقه، لكن ما عملش حاجه. والمجموعه خرجت سالمه غانمه بان المانيا اول وسويسرا تاني وخلصت، مع ان المجر كانت تقدر تقول على حصان اسود، لكن الموضوع ما كملش معاهم وهي 3 نقط اللي قدروا يجمعوها. تيجي بقى المجموعه اللي بعد كده وهي بتاعت المجموعه الموت زي ما بيقولوا، اسبانيا ايطاليا كرواتيا البانيا، وتحس ان الترتيب جه مرصوص، اسبانيا في ايطاليا في كرواتيا في البانيا، الا ان كانت ممكن كرواتيا توصل وايطاليا لا. لكن بالجون بتاع اخر الدقيقه في الماتش الاخير بتاع البطوله اللي كرواتيا قدرت اللي ايطاليا قدرت تتعادل بيه ضد كرواتيا علشان يقدروا يصعدوا تاني المجموعه بعد اسبانيا. الا اسبانيا بالمدرب الكويس معاهم العاشر لعيب، اللعيبه دي كلها اغلبها في منتخبات الشباب وكده، ويقدر يصعد بيهم يدرب المنتخب الاول ويقدر يعمل معاهم شغل. وهو يعني من او تقريبا هو المنتخب الوحيد اللي قدر يفوز ال3 ماتشات ويصعد بالعلامه الكامله 9 نقط. فكانت مجموعه كويسه برضو، الا ان برضو الواحد زعل ان كرواتيا خرجت. هي يعني كرواتيا متعتها في الادوار الاقصائيه ان هي بترخم على فرق كتيره. تيجي بقى في المجموعه الثالثه، المجموعه اللي كانت مخيبه للامال جدا، وهي انجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا. المجموعه اللي اول مجموعه يصعد فيها احسن ثالث وهو سلوفينيا اللي قدر يصعد احسن ثالث. لكن انجلترا والدنمارك، الدنمارك يعني ما كان يعني هو احسن فرقه في الثلاثه التانيين، الا ان صربيا كان معاها هجوم كاسح لكن ما قدرتش تعمل بيه حاجه. لكن انجلترا اللي بوظت الدنيا وعكت الدنيا خالص، اللي خلت خلاص الناس بتقول ان ساوث جيت اخر بطوله ليه وبعد كده هيشوفوا حد تاني. اللي معاه جيل يعتبر جيل عبقري ومواهب وشباب ومش عارف يعمل بهم اي حاجه، تحس انه بينزلهم الملعب واعملوا اللي انتوا عايزينه. فتقدرش تتكلم حاجه عن المجموعه دي غير ان هو حرفيا بيضيع جيل يعتبر هو من الافضل من حيث المواهب. المجموعه الرابعه معانا هي المجموعه الغريبه جدا اللي فيها النمسا وفرنسا وهولندا وبولندا. الناس وهولندا في المجموعه دي صعد احسن ثالث، لكن النمسا مع عارف رانجيك عمل اداءات جباره في البطوله وقدر يصعد اول على حساب فرنسا وهولندا وبولندا برضه. فيعني مش منتخب مش قليل، لكن النمسا قدرت تصعد على حساب الاثنين دول بنتائج عبقريه ومباريات فيها سنس مدربين كبار فعلا قدر يتغلب فيها ويصعد. وفرنسا برضو اللي معاها جيل اللي هم اكتشفوا بس متاخر ان سورام بطيء في الملعب مش بيخليهم يعرفوا يعملوا تحولات، فلما باركولا كان بينزل وهكذا. فاعتقد ده الشكل اللي هيرسوا عليه فيما بعد دور المجموعات، ده اللي يقدر يخليك تقول ان لا فرنسا هتقدر تلم وراها بسرعه. فمجموعه ما كانش برضو فيها الكلام الكتير، الا ان النمسا قدرت تعمل يعني جو في المجموعه دي. هو كده كده دور المجموعات في اليورو السنه دي ما كانش احسن دور مجموعات يعني، الا ان زي ما بقول لك كده كان في كلام صغير وتشاطيش على كل يعني مجموعه كده، ومن ضمنها المجموعه دي اللي هي تقدر تقول بس النمسا صعد على حساب منتخبين كبار وبس. اما المجموعه اللي قبل الاخيره الخامسه معانا اللي كان فيها رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا واوكرانيا، المجموعه اللي فيها 3 اربعات يعني ال4 فرق كل فرقه جمعت 4 نقط، وسلوفانيا صعدت احسن ثالث وبلجيكا كانت الثاني يعني باداء باهت جدا، ورومانيا كانت الاول بيبنوا جيل برضه. فمجموعه مفيش حاجه تقال عليها غير ان هي مجموعه يعني تقريبا محدش سمع منها حاجه. المجموعه الاخيره بقى وهي اكتر المجموعه مشاهده تقريبا، وهي بتاعت البرتغال تركيا وجورجيا. دولت كانوا اول 3 في المجموعه. البرتغال قدرت تصعد ب6 نقط مع تركيا ب6 نقط بعد البرتغال ما خسرت اخر ماتش ضد جورجيا اللي عامله جيل جبار ومحترم جدا. صعدوا احسن ثالث معاهم 4 نقط. فحتى كان معاهم المهاجم ميكا تادزي اللي قدر ياخد في دور المجموعات، هو الهداف جايب 3 اجوان، اي نعم فيهم ضربات جزاء كتيره وكده. لكن ده كلام ملخص بسيط جدا سينسي على الاخر عن دور المجموعات وعن اللي حصل فيه بتكات بسيطه على بعض المجموعات والتكات اللي فيها، علشان بعد كده يصعد كل اول وتاني مع اللي هم الكام فرقه اللي صعدت احسن تالت.
لكن بقى هتيجي تبص على الادوار اللي بعد كده، وهو الطريقين بتوع مين اللي هيوصل النهائي. في طريق في ايطاليا وفي طريق في انجلترا، تحسوا ان ده الطريق الاسهل، ان هو يعني واحد منهم اكيد هو اللي هيوصل النهائي. لكن تيجي تكلمنا انا عن اللي بيحصل مع انجلترا، فانا شايف ان ايطاليا هي اللي هتوصل النهائي من الطريق دوت بدون الكلام عن اي حد في طريقها. هتلف في الطريق التاني، فهو طريق موت زي ما بيقولوا. عندك عشاق كريستيانو بيقول لك احنا لو كسبنا الفرقه اللي لعبها سلوفينيا هنقابل اللي كسبان من فرنسا وبلجيكا، ولو كسبناهم هنقابل اللي كسبان من اسبانيا والمانيا، ولو كسبناهم خلاص هنوصل النهائي ممكن يكون ايطاليا او انجلترا. تتكلم في طريق كبير، لكن هو ده البطل اللي زي ما بيقولوا، ان اللي هياخد الدور دوت كله هو ده طريق البطل والحاجات دي كلها. لكن انا واحد من الناس شايف ان فعلا ممكن النهائي بنسبة كبيرة يكون برتغالي ايطالي. وبنسبة في النهائي دوت اقدر اقول البرتغال هتاخدها، ده توقع وممكن يكون تبني بسبب حب لكريستيانو مش اكتر. فانت بتتكلم على ان طريقين، واحد صعب جدا، يعني مفيش طريق، يعني الطريقين مش متكافئين خالص، واحد صعب جدا وواحد سهل، تحس هما فريقين بيتنافسوا على مين يوصل بس. عكس هنا انت بتتكلم في اربع خمس فرق على مين يوصل فيهم. فانت برضو اكتب لنا من رايك، انت حاسس مين اللي يقدر ياخد الدور دوت للنهائي، او مين يقدر ياخد البطوله. شوف التوقعات كامله معاك هترسى على ايه. لكن الواحد برضه حاسس ان دور المجموعات دوت ما كانش هو اللي اداك الكم من الكروي اللي انت عايزه. لكن نتمنى ان في الادوار الجايه اكيد الطريق بتاع البرتغال وفرنسا والمانيا واسبانيا وبلجيكا الطريق دوت هيكون الاكثر فرجه، وعلى الاقل هيعوضك شويه عن يعني الخمول والكسل شويه بتاع دور المجموعات. فبرضه قبل ما ننهي مشاكل القناه، فعل جرس الانباء، توزعوا لايك وتكتب لنا في الكومنتات ايه احساسك مع البطوله، وايه توقعك في الماتشات الجايه.